هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. الأمريكي باراك أوباما حول مقتل السفير الأمريكي في ليبيا. كل يوم حول العالم يقوم الدبلوماسيين الأمريكيين والمدنيين الأمريكيين بالعمل الدؤوب من أجل حماية مصالح أمتنا. طبعا يبتعدون عن عائلاتهم وأحيانا يعانون مخاطر جمة. البارحة 4 من هؤلاء الأمريكيين النموذجيين قتلوا في مركز دبلوماسي في بنغازي. أحدهم كان سفيرنا كريس ستيفنز، ومسؤول لإدارة معلومات في الخارجية الأمريكية شون سميث. ونحن لا نزال نخطر عائلات الآخرين الذين قتلوا. واليوم يقف الشعب الأمريكي متحدا ويفكر ويصلي لهؤلاء الذين سقطوا. الولايات المتحدة الأمريكية تندد بأشد عبارات التنديد هذه الاعتداءات. نحن نعمل مع الحكومة الليبية لتأمين الحماية للهيئة الدبلوماسية الخاصة بنا في ليبيا وحول العالم. وأرجو منكم أن تفهموا جيدا، نحن نعمل مع السلطات الليبية لنتمكن من القبض على الذين نفذوا هذا الاعتداء. ومنذ تأسيسها كانت الولايات المتحدة الأمريكية دولة تحترم كل الديانات وكل المعتقدات، ونحن نرفض كل المسائل التي تسيء للمعتقدات الدينية، لكن ما من تفسير لهذه الأعمال العدائية. وعلى العالم أن يقف متحدا ليرفض ويندد بهذه الأعمال. وهذا الاعتداء نحن نكرر أنه لن يضع حدا للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والليبية. فهم قد عملوا وساعدوا على إجلاء بعض من دبلوماسيين وحملوا جثة السفير الراحل كريس ستيفنز إلى المستشفى. طبعا من المؤلم جدا أن يموت كريس ستيفنز في بنغازي لأنه ساهم في حماية وإنقاذ هذه المدينة. فهو خلال الانتفاضة الليبية قام بإدارة مركزنا هناك، وقام ببناء علاقات وثيقة مع الليبيين وساعدهم على بناء ليبيا جديدة. وعندما تم وضع حد لنظام القذافي عمل كريس بشكل دؤوب على دعم هذه الديمقراطية الناشئة والجديدة. وأنا والوزير كلينتون نعلم جيدا كيف قام بإدارة الوضع الميداني. كان نموذجا لكل الذين عملوا معه وللدبلوماسيين اليافعين الذين يسيرون على خطاه إلى جانب زملائه. مات كريس في هذه البلاد لكنه قد ترك ذكره وراءه، ونحن اليوم نتذكر هؤلاء الأشخاص الذين سقطوا. وما من شك أن إرثهم سوف يستمر ويبقى حيا ومحفورا في قلوب كل الأشخاص الذين أعادوهم إلى البلاد هنا. وطبعا كان يوم البارحة يوما مؤلما جدا بالنسبة لدولتنا. كنا نحتفل بذكرى 11 من سبتمبر وآلاف الأشخاص الذين قتلوا في هذه الاعتداءات. وهذا بالإضافة إلى المراسم التي قمنا بها، وحاولنا أن نشكر هؤلاء الأشخاص الذين سقطوا والجرحى أيضا الذين سقطوا. والليلة البارحة سمعنا بهذه الاعتداءات في بنغازي وتزامنت مع الذكرى. نحن لن ننسى أبدا أن حريتنا لا تزال مستدامة سوى بفضل الأشخاص الذين يدافعون عنها كان هنا أو في الخارج.
فدولتنا قوية مثل شخصية الأشخاص والمدنيين الذين يدافعون عنها والذين يمثلون أمتنا حول العالم. ما من شيء سوف يهز عزيمة هذه الأمة القوية، فنحن سوف نستمر بدعم القيم التي نقوم بالاعتراف بها. نحن لن نستسلم في التزامنا بتحقيق العدالة وجلب هؤلاء المعتدين إلى المحاكمة، وكذلك سوف نقوم بمتابعة المسألة، وسوف نستمر بالمدافعة عن الحرية والكرامة. وكل هذا يجب أن يجعل كل أمريكي فخور بهذه الدولة التي يخدمها، ويجعل الأشخاص حول العالم أيضا يعيشون بحرية وكرامة. نحن نتألم لألم العائلات التي فقدت أحبائها، ودعونا نستمر ونتابع عملهم الهادف إلى تحقيق أمريكا أقوى ولإعطاء أمريكا أقوى لأطفالنا. شكرا جزيلا وليبارك الله أمريكا. إذا تابعنا كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول مقتل السفير الأمريكي في بنغازي. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.